بعد الفيديو بتاع النهارده ده بقى انا عايزك تزن على قريبك اللي هنا في استراليا علشان يجيبك. ازيكم عاملين ايه؟ واحد من اهم الطرق انك تعرف تيجي هنا استراليا ان انت يكون عندك قريب موجود وعايش هنا ومقيم في استراليا ومعاه الاقامه او الجنسيه الاستراليه. فلو ليك قريب هنا موجود في استراليا ده بيفتح ليك طريقين مهمين جدا انك تعرف تيجي هنا. واحد من الطريقين دول هي الفيزا ال 600 الفيزيتور فيزا، الفيزا بتاعه السياحه، ودي واحده من اسهل وارخص الفيز انك ممكن عن طريقها تيجي هنا في استراليا وتحط رجلك في البلد. الفيزا ال 600 دي تكلفتها حاليا 190 دولار استرالي، ودي لما بتطلع ليك بتطلع بمده اقل حاجه فيها 3 شهور واقصى حاجه فيها 12 شهر، سنه كامله. وانت بتقدم عليها بتقول انا عاوزها تطلع بكذا، ب3 شهور، ب6 شهور، بسنه، واسبابك ايه. وهم بقى في اداره الهجره وهم بيبصوا على الملف بتاعك بتاع الفيزا بيقرروا هم بناء على اللي انت قلته دوت يدوها لك بقد ايه. فممكن انت تكون مقدم عليها وقايل انا مثلا عايزها 6 شهور علشان كذا، هم يشوفوا ان مثلا 3 شهور بس كافيين وهكذا. والفيزا دي بتسمح ليك انك تيجي هنا استراليا تتفسح في البلد كلها في كل الولايات، وكمان تزور صحابك وقرايبك لو ليك اي صحاب او قرايب هنا، ولكن مالكش اي حق انك تشتغل في البلد، وكمان لازم تكون بره استراليا وانت بتقدم عليها. الفكره ان الفيزا دي انت ممكن تقدم عليها اصلا من غير ما يكون ليك اي قرايب موجودين هنا في استراليا. دي فيزا سياحه، فانت ممكن تقدم عليها عادي جدا عشان تيجي هنا مثلا سياحه تزور اماكن وبعد كده ترجع تاني بلد. ولكن لو ليك اي قرايب هنا ده بيزود فرصك شويه ان انت تحصل عليها، لانك وانت بتقدم بتقول ان انت ليك قرايب هنا وانهم كمان هيخلوا بالهم منك وانك هتعيش معاهم. وكمان هم ممكن يكتبوا لك زي جواب ورقه كده، ملف كده PDF بيكتبوا فيه ويقولوا انهم هيستقبلوك في المطار وهيخلوا بالهم منك وهيوروك الاماكن اللي هو الاماكن السياحيه هنا في البلد زي الاوبرا مثلا والحاجات دي. المهم ان هم هيتولوك بشكل كامل بمجرد وصول. اهم حاجه عند الحكومه هنا ان انت لما تيجي وتوصل استراليا ما تحملش الدوله اي مصاريف. الدوله او الحكومه هنا مش عايزه تكون شاغله نفسها بمصاريفك، سواء اكلك او شربك او سكنك او رعايتك الصحيه. هم عايزين انت تيجي هنا كل حاجه تكون انت متوليها بنفسك او في حد هيساعدك ان انت تخلصها. اهم حاجه تكون معاك فلوس كفايه وتكون مظبط التامين بتاعك، التامين الصحي اللي هو البرايفت هيلث انشورنس اللي انت جاي عليه، بحيث لا قدر الله لو حصل لك اي حاجه هنا الدوله مش عايزه تتكفل بيك في اي حاجه، فانت تكون مظبط تامين صحي خاص. لو حصل لك لا قدر الله اي حاجه التامين دوت هو اللي هيوديك المستشفى عن طريقه وهتتعالج عن طريقه. المهم ان كل حاجه انت هتبقى مسؤول عنها، الدوله مش عايزه تكون مسؤوله عنك خالص طالما انت على الفيزا ال 600 الفيزا بتاعه السياحه. وانت بتقدم بقى على الفيزا ال 600 دي اهم حاجه لازم تعرف تثبتها انك هتخلص الفيزا او المده بتاعه الفيزا بتاعه السياحه دي. اول ما تخلص انت هترجع تاني بلدك، بغض النظر انت تفكيرك ايه، سواء انت بقى عايز تقعد هنا عايز تكسر فيزا، ايا كان البلان اللي انت حاططها لنفسك ايه. هم اهم حاجه عندهم يضمنوا زي ما احنا بنقدم كده مثلا على الشنجن او على الفيزا بتاعت امريكا بالذات لما كنا بنروح الانترفيوهات بتاعت السفاره وكده. اهم حاجه عندهم ان انت مجرد ما الفيزا بتاعتك هتخلص انت هتخلص وهترجع بلدك، مش هتكسر فيزا ولا هتعمل اي حاجه وتقعد هنا غير قانوني. ودي اهم حاجه ممكن تخلي الفيزا بتاعت السياحه بتاعتك تترفض لو انت ما عرفتش تثبت ان انت عندك حاجه، سواء بقى املاك، عندك شغل، عندك حاجه انت بتديرها في بلدك تخليك لازم ترجع لها. لو حسوا في اي وقت وانت بتقدم ان انت مش عارف تثبت الموضوع ده ممكن جدا الفيزا بتاعت السياحه بتاعتك تترفض. فلازم وانت بتقدم عليها تحاول تقنعهم وتثبت لهم انك عندك حاجه تخليك ترجع تاني البلد اللي انت جاي منها بمجرد ما الفيزا بتاعت السياحه بتاعتك تخلص. بمجرد بقى ما تيجي هنا استراليا على الفيزا دي انت ممكن بقى تبدا ساعتها تظبط دنيتك، سواء تحول الفيزا ديت لفيزا دراسه وانت هنا، او تحاول تجيب عقد عمل هنا ولو ان الموضوع صعب جدا الصراحه، او تتجوز من هنا حد استرالي وعن طريقه تاخد الاقامه. اهم حاجه اوعى تحت اي ظرف تكسر الفيزا، اوعى. لازم تحاول تقنعهم انك جاي هنا بس تتفسح وتشوف قرايبك او صحابك لو ليك حد هنا وترجع تاني. غير موضوع بقى الفيزا 600 الفيزا بتاعت السياحه، في بقى الفيزا السكيلد ورك ريجنال بروفيشنال فيزا، الفيزا ال 491 بتاعت الريجنال بتاعت الولايات. الفيزا ال 491 ليها تو ستريمز، نوعين، البروفيشنال فيزا الفيزا العاديه بتاعت الولايات للهجره اللي بتديك الحق تقعد 5 سنين في مكان ريجنال في استراليا غير سيدني وملبورن وبريسبن، ودي الولايه بتعمل ليك فيها النومينيشن وبترشحك وبتديك 15 نقطه كاملين على النقط بتاعتك للهجره. والنوع الستريم الثاني للفيزا ال 491 هو الفاميلي سبونسرد ستريم، ودي الفيزا اللي انا في الاساس جاي النهارده اتكلم عليها. الفيزا دي عشان تقدم عليها هنا لازم يكون ليك او للبارتنر بتاعك، لو زوج يبقى زوجته او لو زوجه يبقى زوجك، لازم يكون لحد فيكم هنا قريب في استراليا من الدرجه الاولى. لو زوج هو اللي بيقدم يبقى زوجتك، او لو الزوجه هي اللي بتقدم يبقى زوجك. اهم حاجه يبقى في حد منكم
انتوا الاثنين ليه قريب هنا من الدرجه الاولى عايش هنا في استراليا، وبالتالي انتوا ممكن تقدموا انتوا الاثنين عن طريق القريب دوت وتيجوا هنا مع بعض انتوا كعيله. قريب من الدرجه الاولى يعني اخ او اخت او اب او ام او جد او جده، خال او خاله، عم او عمه، او حتى ابن عمه، بنت عمه، ابن خال، بنت خال. القريب دوت لازم يكون سنه وقت التقديم اكتر من 18 سنه، ويكون هنا بقاله وعايش ومقيم في استراليا سواء على البي ار الاقامه الدايمه او الجنسيه مش اقل من سنتين. وكمان لازم يكون قاعد في مكان ريجنال في استراليا، مش في واحده من الثلاث مدن الرئيسيه سيدني وميلبورن وبريسبن. دي كده كل الشروط اللي لازم قريبك هنا يكون محققها علشان تعرف تقدم او علشان تعرفوا تقدموا على الفيزا ديت. الفرق بس بين الفيزا ديت والفيزا ال 491 الريجنال اللي هي بتاعه الولايات العاديه، ان في الستريم بتاع ال 491 الريجنال الفيزا العاديه الستيت الولايه بتكون هي الضامن، وهي اللي بتبعت ليك الدعوه، وهي اللي بتعمل ليك سبونسرشيب وبتجيبك، وهي اللي بتخلص كل حاجه وبتبعت لك الدعوه. ولكن في الفاميلي سبونسرد لا، قريبك بيعمل الدور بتاع الولايه، وكانه هو الستيت هو اللي بيعمل ليك سبونسرشيب وبيجيبك، وهو اللي انت بتيجي هنا على حسه، وكانه كفيلك هنا، هو اللي عن طريقه انت تقدر تقدم وتيجي. بالنسبه بقى ليك انت المين ابليكانت، الشخص اللي بيقدم اصلا على الفيزا دي، فانت لازم اصلا تكون محقق شروط الهجره الاساسيه علشان تعرف تقدم اصلا على الفيزا دي. لازم سنك يكون ما بين 18 و45 سنه، وكمان تكون عامل المعادله بتاعتك ومعاك انجليزي كومبتنت بند 6 في امتحان البي تي اكاديميك، وتكون محقق عدد النقط ال 65 نقطه المطلوبين للهجره. واخر حاجه ان وظيفتك لازم تكون موجوده في قائمه الوظائف الميديوم لونج تيرم بتاعه الهجره. وبما اننا بنتكلم على الانجليزي وامتحان البي تي اكاديميك، فاحب افكركم ان الانجليزي هو اسهل واسرع حاجه انت ممكن تزود بيها نقطك للهجره عن طريق امتحان الانجليزي. لو انت قدرت توصل وتجيب بند 8 بيديك 20 نقطه كاملين، حوالي تلت النقط اللي انت محتاجها للهجره. ولو عندكم اي مشكله في موضوع البي تي اكاديميك، فانا ارشح لكم جدا بي تي اي بيك، احسن مكان اونلاين انا برشحه جدا لاي حد عنده اي مشكله في امتحان البي تي اكاديميك ومش عارف يجيب السكور بتاعه. ادخلوا على الفيسبوك والموقع بتاعهم وشوفوا بس ريفيوهات واراء الناس اللي اتعاملوا معاهم ايه، وقد ايه هم ساعدوا الناس ان هم يجيبوا السكور اللي هم عايزينه في وقت قليل جدا. مشكله بس الفيزا ديت ان الكوتا بتاعتها قليله، يعني عدد الدعوات والفيز اللي بيتبعت عليها كل سنه قليل شويه، وكمان انها مش لكل الوظائف، فلازم تتاكد ان وظيفتك مطلوبه للفيزا دي من القائمه بتاعه الوظائف الاول السكيلد اوكيبيشن ليست قبل ما تقدم عليها. الفيزا 491 دي واحده من الثلاث فيز بتوع الهجره لاستراليا مع الفيزا ال 189 والفيزا ال 190. ممكن تقدم عليها لوحدك، بس لو واجهتك اي اسئله او اي حاجه وانت بتقدم وخايف ان انت تقدم وتاخد مثلا رفض عليها، او شاكك في اي خطوه انت بتعملها، فانا برشح لك جدا انك تتواصل مع محامي هجره معتمد موجود هنا في استراليا. انا شخصيا بتعامل معاه وبتواصل معاه لو انا نفسي عندي اسئله في اي حاجه. الفيديو بتاع النهارده ده انا كلمته وقعدت معاه وشرح لي شويه حاجات انا اصلا ما كنتش فاهمها. فلو عندكم اي استفسار او اي حاجه خاصه بالفيزا ديت او اي فيزا تانية، ممكن جدا تتواصلوا معاه، هو مرحب جدا يساعد اي حد. وكمان هتلاقوا لينكات التواصل معاه موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن وتحت كل الفيديوهات بتاعه الهجره. الفيزا 491 بالستريمز بتاعتها الاثنين بتديك الحق انك تعيش هنا في استراليا لمده 5 سنين، وبعد 3 سنين منهم ممكن ان انت تقدم على البي ار الاقامه الدايمه. بس كده دول كانوا اشهر طريقين انك لو ليك قريب هنا موجود في استراليا ازاي يساعدك انك تيجي هنا وتحط رجلك في البلد بشكل قانوني وتبدا تشوف انت بقى عايز تعمل ايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.